السلام عليكم عزيزاتي طالبات الصف السادس الأساسي. معكم معلمة العلوم نورهان الجمل. طبعا تحدثنا في الحصة السابقة عن الكائنات الحية الدقيقة. اليوم إن شاء الله سنتعرف على درس جديد وهي الفيروسات. تتبعنا معي عزيزات الطالبات هذا الفيديو جيدا لنتعرف من خلاله على كل ما يخص الفيروسات. هيا بنا لنتعلم عن الفيروسات المزيد من المعلومات. سنتعرف من خلال هذا الدرس على التركيب العام للفيروس. 2. سنتعرف على بعض أشكال الفيروسات المختلفة. 3. سنذكر بعض الأمراض التي تسببها الفيروسات. 4. سنتعرف على بعض خصائص الفيروسات. 5. بعد كل هذا سنستنتج تعريفاً علمياً للفيروسات. عزيزات الطالبات، قبل أن نبدأ بالفيروسات هيا نراجع بعض المعلومات التي أخذناها في الحصة السابقة. يقول لنا هذا النشاط: اكتبي المصطلح العلمي المناسب. خلينا نقرأ. يقول لنا هي كائنات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر، تتواجد في كل مكان إذا توافرت لها الظروف المناسبة من غذاء ودرجة حرارة مناسبة. يا ترى ما هي الكائنات الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالمجهر؟ حكينا إنها ممكن توجد في كل مكان إذا توافرت لها الظروف المناسبة مثل الغذاء ودرجة الحرارة. يلا هيا نفكر معا. ما هي الإجابة؟ ممتاز، الإجابة هي الكائنات الحية الدقيقة. أحسنتن. فلنجيب على هذا السؤال. يقول لنا السؤال: هل تعد الفيروسات من الكائنات الحية الدقيقة؟ لنرى الإجابة ونوضح الإجابة. طبعا الإجابة لا، الفيروسات ليست من الكائنات الحية الدقيقة. لماذا؟ لأنها دقائق لا خلوية. فلنركز على لا خلوية، وتعد حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. إذا بنات، أول معلومة، أول خاصية لازم نتعرف عليها أو نعرفها عن الفيروسات هي أنها دقائق. شو يعني دقائق؟ يعني كائنات صغيرة جدا جدا جدا. دقائق يعني لا يمكن طبعا لا ترى بالعين المجردة، فقط يمكن رؤيتها بواسطة المجهر. 2. لا خلوية. ماذا يعني لا خلوية؟ أي أن جسمها لا يتكون من خلايا. احنا تعرفنا في الصف الخامس وفي صفوف سابقة حكينا أنه أجسام الكائنات الحية تتكون من خلايا. طيب إذا أجسام الفيروسات لا تتكون من خلايا، إذا هي ليست كائنات حية دقيقة. إذا لا خلوية أي أن أجسامها لا تتكون من خلايا. وكمان بحكي لنا تعد حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. لازم إحنا نقف عند هاي المعلومة. ماذا يعني حلقة وصل؟ بنات اسمعوني كثير منيح لحتى أوضح لكم ماذا يعني أنه الفيروسات حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. بنات بدنا نعرف معلومة مهمة جدا عن الفيروسات. بدنا نعرف أنه الفيروسات خارج أجسام الكائنات الحية تكون مثل الجمادات، أي لا تظهر عليها العلامات الحيوية، يعني لا تكون لا تمارس أي نشاط. إذا كمان مرة الفيروسات خارج أجسام الكائنات الحية لا تظهر عليها أي من العلامات الحيوية، تكون كالجمادات. ولكن عندما تدخل الفيروسات إلى أجسام الكائنات الحية فتصبح وتظهر عليها العلامات الحيوية. تستطيع مثلا أن تتحرك وإلى ما ذلك، وأن تأكل، وهذه فتظهر عليها العلامات الحيوية. لذلك سميت بعتبة الحياة. هي سبب. إذا ممكن أجيب لك عللي ما هو سبب تسمية الفيروسات بعتبة الحياة؟ الإجابة لأنها حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية، أي أن الفيروسات خارج أجسام الكائنات الحية لا تظهر عليها أي من العلامات الحيوية، أما داخل أجسام الكائنات الحية تظهر عليها العلامات الحيوية. بتوقع الإجابة واضحة. إذا هل الفيروسات من الكائنات الحية الدقيقة؟ لا، الفيروسات دقائق لا خلوية، وهي تعد حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. طيب، نتعرف على التركيب العام
للفيروسات، بدنا نعرف إنه تتكون الفيروسات من مادة وراثية محاط بها غلاف، إذا هاي المادة الوراثية محاط بها غلاف بروتيني. هلا في بعض الأحيان ممكن الغلاف الأخير اللي رح نحكي عنه ممكن إنه يكون موجود أو غير موجود، اللي هو الغلاف الخارجي. طبعا هذا الغلاف الخارجي يتكون من دهون ومواد بروتينية ومواد كربوهيدراتية. إذا كمان مرة، تركيب الفيروسات يتكون من مادة وراثية ومن غلاف بروتيني ومن غلاف خارجي. الآن هيا بنا نتعرف على بعض أشكال الفيروسات. فلنبدأ بالشكل الأول. الشكل الأول كروي الشكل، يشبه الكرة مثل فيروس جدر الماء، يعني الفيروس المسبب لجدر الماء. الشكل الثاني لولبي أسطواني، يعني يكون شكله زي اللوبيا، لولبي أسطواني مثل فيروس تبركش التبغ. الشكل الثالث وهو مذنب مثل فيروس آكل البكتيريا. إذا خلينا كمان مرة نعيد أشكال الفيروسات. الشكل الأول كروي مثل فيروس جدر الماء، الشكل الثاني لولبي أسطواني مثل فيروس تبركش التبغ، الشكل الثالث مذنب مثل فيروس آكل البكتيريا. هيا بنا عزيزات الطالبات لنتعرف على بعض الأمثلة التي تسببها الفيروسات. طبعا بدنا نعرف أن الفيروسات تسبب الأمراض ليس فقط للإنسان، وإنما ممكن أنها تسبب الأمراض للإنسان وللحيوان وللنبات. فلنتعرف أو نذكر بعض الأمراض التي تسببها الفيروسات لكل من الإنسان والحيوان والنبات. الإنسان مثل فيروس شلل الأطفال، فيروس جدر الماء، فيروس الرشح. الحيوانات مثل فيروس الحمى الكلاعية، فيروس انفلونزا الطيور، فيروس انفلونزا الخنازير. النباتات مثل فيروس تبركش أوراق البندورة، فيروس تبركش أوراق التبغ، وتبركش أوراق البطاطا. هلا بنات، قبل ما أنا وياكم ننتقل لاختبارات نختبر عشان تختبروا حالكم شو استفدتوا من هاي الحصة، بدي أحكي لكم معلومة كثير مهمة عن الفيروسات، وهي أنها أيضا متخصصة. إيش يعني متخصصة؟ يعني مثلا الفيروس المسبب لمرض الإنفلونزا لا يمكن أن يسبب مرض شلل الأطفال، يعني هي بتكون متخصصة في نوع معين من الخلايا. مثلا الفيروس المسبب للإنفلونزا فقط يصيب الجهاز التنفسي، وهو متخصص بالجهاز التنفسي، ولا يمكن أن مثلا يصيب الجهاز الهضمي. إذا إيش يعني الفيروسات متخصصة؟ أي أنها متخصصة في نوع واحد من الخلايا. طيب يلا أنا وياكم نجاوب على بعض هاي الأسئلة. عزيزة الطالبة، أكمل العبارات التالية بما يناسبها. يلا بدنا نختبر حالنا. 1. تعد الفيروسات حلقة وصل بين إيش وإيش حكينا؟ يلا نفكر مع بعض. ممتاز، حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. طب 2. يتكون الفيروس بشكل عام من إيش حكينا؟ ممتاز، من مادة وراثية وغلاف بروتيني وغلاف خارجي. 3. من أشكال الفيروسات إيش؟ كروي الشكل، مذنب، لولبي، أسطواني. ممتاز. 4. من الأمراض التي تسببها الفيروسات للإنسان شلل الأطفال، ومن الأمراض التي تصيب النبات تبركش التبغ، أما التي تصيب الحيوان الحمى الكلاعية. ممتاز. عزيزة الطالبة، دعينا نفسر بعض الحقائق عن الفيروسات. بحكي لنا الفيروسات لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر الإلكتروني. لماذا؟ خلينا نشوف الإجابة. لأنها صغيرة جدا، تحتاج إلى قوة تكبير كبيرة. ممتاز. إذا زي ما حكينا الفيروسات دقائق، يعني صغيرة جدا جدا، ولا يمكن أن ترى إلا بواسطة المجهر الإلكتروني. 2. تعد الفيروسات عتبة الحياة، أي حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية. لماذا؟ لأنها لا تبدي أي نشاط حيوي إلا داخل الخلية. زي ما حكينا الفيروسات خارج أجسام الكائنات الحية تكون جمادات، أما داخلها تبدي أنشطتها الحيوية. خلينا نيجي لسؤال عزيزة الطالبة. الفيروس المسبب، هذا السؤال مهم جدا.
الفيروس المسبب لمرض الرشح لا يسبب مرض شلل للأطفال. بتوقع إني قبل شوي حكت لكم إياه، لازم نكون كلنا عارفين الإجابة. ليش؟ إذا يلا نفكر. ممتاز. لأن الفيروسات كائنات متخصصة فهي تهاجم، عفوا فنرجع بس نكبر الشاشة. إذا كائنات متخصصة في مهاجمتها للخلايا، أي أن كل فيروس يتطفل على نوع محدد من الخلايا. كمان مرة، إذا ليش؟ لأن الفيروسات حكينا كائنات متخصصة في مهاجمتها للخلايا، يعني كل فيروس بتطفل على نوع محدد من الخلايا. أخيراً، طيب خلينا نستنتج تعريفاً علمياً للفيروسات. خلينا مع بعض نجمع الأفكار أو المعلومات اللي تعرفناها عن الفيروس. يلا، حكينا إنه دقائق لا خلوية، لها أشكال مختلفة، متخصصة، حلقة وصل، صغيرة جداً، عتبة الحياة، المجهر الإلكتروني. طب خلينا نجمع كل هذول المعلومات مع بعضها ونطلع منها تعريف أو نستنتج تعريف علمي للفيروسات. ممتاز. الفيروسات هي دقائق لا خلوية متخصصة تعد حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية، لا ترى إلا باستخدام المجهر الإلكتروني. كمان مرة، الفيروسات هي دقائق لا خلوية متخصصة تعد حلقة وصل بين الجمادات والكائنات الحية، لا ترى إلا باستخدام المجهر الإلكتروني. عزيزات الطالبات، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاي الحصة. بتوقع أنه بعد ما تحضروا هاي الحصة رح تكونوا قادرين على حل صفحات الكتاب اللي هي درس الفيروس، الصفحة الأولى والثانية من درس الفيروسات عتبة الحياة. طبعا مطلوب منكم تحلوا لي درس الفيروسات كاملا. طبعا هو عبارة عن صفحتين. من خلال هذا الفيديو كل الأسئلة الموجودة في الدرس متوفرة في هذا الفيديو. وكمان عليكم واجب ترسموا لي اللي هو التركيب العام للفيروس، اللي هي الصورة اللي عرضناها وهي أيضا موجودة في الكتاب. هاي الصورة طبعا مع تعينوا لي أجزائها وتلونوها على الدفتر وترسلوا لي الإجابات، سواء إجابات الكتاب أو إجابات أو رسمة الدفتر على الخاص لوضع العلامات عليها. بنات، أي طالبة ما بتبعت لي خلال الوقت اللي راح أحدده أنا الواجب ما تلومني إذا أنا ما حطيت لها علامة. يعطيكم يعطيكم ألف عافية.